أهلا بكم يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من أحلى وأشهر الأكلات الإيطالية، وهي مكرونة ألفريدو بالدجاج. وصفتنا النهاردة غنية وكريمية جدا وطعمها لا يقاوم. تعالوا نشوف المكونات بتاعتها عبارة عن إيه. هي مكوناتها بسيطة جدا، بس قبل ما أبدأ الفيديو ياريت لو أول مرة تشوفيني متنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة. أنا اسمي فاطمة فهمي، ياريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. معايا هنا صدور دجاج، أنا مستخدمة في الوصفة دي عبارة عن 3 قطع من صدور الدجاج، وزنهم حوالي كيلو إلا ربع أو كيلو. هنبدأ بقى بتقطيع الصدور نصين كده. أنا بقطع الصدر على نصين، يكون كل نص قد التاني، يعني لا سميك قوي ولا رفيع قوي عشان يستوي معانا. في الخطوة دي بقى هنجهز بولة عشان نعمل التتبيلة بتاعة الدجاج، وهي عبارة عن مية بصل محطوط فيها ملح وفلفل أسود، هنحط معاهم ربع كوباية حليب أو لبن، ومعلقة بابريكا مدخنة، أنا هنا مستخدمة بابريكا مدخنة، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقتين من الزيت مش كتير. وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، ونحط فيها صدور الدجاج، نسيبها على الأقل نص ساعة عقبال ما نحضر المكرونة. أنا هنا بحط الدجاج وهغلفه كويس بالتتبيلة دي، هقلبه كده لحد ما التتبيلة تتغلف بيه، وهشيل الدجاج على جنب عقبال ما احضر معاكم المكرونة. معايا هنا حلة على النار، المية تكون بتغلي، هنزل بالمكرونة. أنا مستخدمة هنا مكرونة سباكيتي، في مكرونة كده بتبقى شبيهة للسباكيتي، أنا الحقيقة مش عارفة اسمها ايه، ولكن أنا بحب في الوصفة دي مكرونة سباكيتي أكتر. هنقلب المكرونة كده عشان ما تكلكعش مع بعض. وفي الخطوة دي هنا معانا المكرونة استوت 3/4 سوا. أنا مش هرمي مية المكرونة، في الآخر هقولكوا هنستخدمها في ايه. معايا هنا طاسة على النار تكون سخنة جدا، هنزل بمعلقتين زيت، وهنزل بصدور الدجاج بس تاخد صدمة. هنسيبها كده حوالي 4 دقايق، ونبدأ نقلبها على الجهة التانية. هنقلبها كل شوية، مش هنسيبها على جنب واحد كتير عشان خاطر تستوي معانا من جوه. في الخطوة دي بقى هبدأ أقلبها، وهقلبها بقى على الجهة التانية. أول ما تاخد لون كده ذهبي حلو، هي كده خدت معانا اللون، هبدأ بقى أشيلها على جنب، وفي نفس الطاسة هنزل بمكعب زبدة لحد ما الزبدة تسيح معانا. في الخطوة دي هجيب بصلاية وسط هقطعها مكعبات صغيرة، وهنزل بيها في الطاسة، وهنقلبها بس تاخد لون كده دهبي أو تدبل معانا، ريحة البصل كده تطلع. هنا هي خدت معانا اللون الذهبي الجميل ده. هنزل بفص توم واحد فقط، وهقلبه ثانيتين لحد ما ريحة البصل كده الميكس مع التوم ريحته تطلع كده. في الخطوة دي بقى هتشم ريحة روعة. في الخطوة دي بقى هنزل بالدقيق، هنا معايا 3 معالق دقيق لأني هضيف كيلو لبن، وهضيف كوب من مية سلق المكرونة. بس نقلب الدقيق لحد كده ما ريحته تبقى مع البصل والثوم. هنا بقى جاهز معايا، هنزل بقى بكيلو الحليب بس ياخد غلوة على النار، وهقلبه. هنزل بقى هنا معايا التوابل عبارة عن معلقة فلفل أسمر ومعلقة زعتر، أنا بحب ريحة الزعتر قوي في الوصفة دي. وهنقلبهم لحد بس ما القوام يتقل معانا. وهنا القوام تقل معانا شوية، هنزل بقى بمية سلق المكرونة، وهي عبارة عن كوب واحد عبارة عن 250 ملي يعني. بس هنسيبه على النار 4 دقايق يغلوا مع بعض، ونقلبهم. هنا القوام بقى جاهز معانا، هنزل بقى بالمكرونة
واسيبها 5 دقايق مع الصوص الرائع ده. حقيقي الريحة بتاعة الصوص ده روعة. هقلبها كويس واسيبها دقيقتين. وهنا في الخطوة دي بقى هقطع صدور الدجاج لقطع كده، وهنزل بيها على المكرونة. في ناس بتسيبهم يغلوا مع بعض، لكن انا خلاص بكتفي بالمكرونة ان هي بقت مع الصوص لمدة دقيقتين. هنزل عليها بقطع الدجاج بقى، ودوقوا بقى احلى مكرونة الفريدو بالدجاج. وبكده تبقى وصفتنا جهزت. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. هستناكم في فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي.